اللي هي الحته العظمه اللي تحت دي اسمها بز الرجل، اللي هي طريقة عمل بز الرجل في البيت ولا انت هتعملي ايه يعني؟ هو كل واحد عنده بز في رجله. انا ما بحبش البنات. ما بحبش الغريب والعجيب ان المجتمع كله اتكلم على الدكتورة لكن ما بيتكلمش على دول. المجتمع كله وقف صف واحد وقال الدكتورة دي ما ينفعش تمارس المهنة وما ينفعش تبقى بره السجن، لازم تقبضوا عليها. الدولة اتحركت وقبضت عليها وكان في عدد من المفاجآت التانية، لكن اتفاجئنا تاني يوم بالفيديوهات اللي معانا دي. اتمنى الحلقة تعجبكم. اهلا بكم في اللغز مع يونس محمد. الكام يوم اللي فاتوا كان في دكتورة اسمها وسام شعيب. الدكتورة دي عملت فيديو اتكلمت فيه ان في عدد كبير من الحالات اللي بتجيلها عيادة النساء، منهم بنات سنهم صغير، منهم ستات بترفض اللي هي تعمل علاقة مع رجالتهم، بعد كده بتتحجج بأي حجة. فالست عملت فيديو واتكلمت وقالت بقى في عدد كبير من البنات بيجيلهم حوامل، والبنات دول خارج نطاق العلاقة الزوجية، وطلبت ان الرجالة كمان تعمل تحليل DNA. الفيديو ده بتاعها قلب السوشيال ميديا وكل الناس وقفت ما بين مؤيد ومعارض، بس خلينا نبقى حيادين. عدد كبير اتكلم وقال ما ينفعش وما يصحش، ومنهم الاعلامي عمرو اديب اللي طلع بنفسه وقال لا انا لا هي. وفي نفس اليوم بالليل تم القبض على الدكتورة في مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، وتم عرضها على النيابة العامة واللي امرت بحبسها 4 ايام على ذمة التحقيق مع التجديد ليها في الموعد القانوني. ليه ده كله بقى؟ عشان نفهم ونبقى عارفين الست دي او الدكتورة دي النيابة وجهت لها تهم إثارة البلبلة في المجتمع، وكمان نزع او عدم الاستقرار في المجتمع. فيديو ملوش لازمه، عملت فتنه ما بين الناس. ليه تخلي كل راجل ياخد عياله ويروح يتاكد اللي هو DNA عياله ولا مش عياله، ولا الستات ولا كلام كتير. بس احنا كلامنا دلوقتي والحلقه اللي عاملينها والفيديوهات اللي هنعرضها الاتنين. اول حاجة للمجتمع بتاعنا، المجتمع اللي كله اصطف صف واحد وقال احنا مش عايزين الدكتورة دي، والكلام ده عيب وما يصحش وما ينفعش تتكلم فيه على العلن. طب احب اقول لحضراتكم بقى اللي طالعين بيعلنوا على نفسهم وبيقولوا احنا موجودين، احنا بنعمل اللي عايزينه. يلا، في حد هنا متدين؟ في حد هيقول حاجة غير كلامنا؟ طب هم بيقولوا ايه؟ تعالوا نشوف حياء المرأة، التاج اللي على راسها الست لما تعلن عن نفسها. تعالوا نشوف 2 ستات في فيديو واحد. اشجيني. طبعا في وصفة، لان بجد البنات محتاجينها جدا، وصفة بز الرجل. والله من غير ضحك، اللي هي الحتة العظمة اللي تحت دي اسمها بز الرجل، اللي هي طريقة عمل بز الرجل في البيت ولا انت هتعملي ايه يعني؟ هو كل واحد عنده بز في رجله. ده بز. ماشي. ايوه محدش يقول لي فين الحلمه والقله الادب، هو بز وخلاص. احنا طول عمرنا بنقول على البز. ايوه اللي هو عامل زي التين الشوكي الزقرنن دوت. قولي تين شوكي عامل زي بز الرجل. جايه دي تمام، نعمل بز رجل. لا قولي. بصي انت دلوقتي في واحده بيبقى عندها سواد على بز رجلها. ايوه. تجيبي شويه لبن بقر وشويه لبن معيز ولبن حمير، تضربي ال3 وتشربيهم كل يوم على بز ريقك ناشف. ايوه دي وصفه جامده والله، انا جربتها مره وانا صغيره. وتلاقي لك بز رجل في زورك ولا في هو رجلك؟ كلنا عندنا بزاز في رجلنا، بز يمين وبز شمال، العظمه دي يا بنت. ايوه حبايبي الكلام ده صح. طب ودي تعتبر معاهم ولا لا؟ دي بز الكوع. لا طبعا ده كوع من غير بز. انا اتولدت ليلة والله العظيم والمصحف. ايوه صح. واشربيهم او ادهنيهم، ما اعرفش، اعملي فيهم اي حاجه او ارميهم. حضرتك الفيديو اللي شفته ده دلوقتي ممكن تسميه الطبقة اللوكال شوية، البنت اللي بتجيب الزبون بشكل غير مباشر بس بطريقة بلدي، بطريقة شعبية. هي ليها زبونها وليها اللي يكيلها، وده في سوق المتعة الحرام. ليه انا بقول كده؟ انا مش بتهم حد لا قدر الله، بس احنا عارفين ان تاج المرأة هو حيائها. الست لما تكون عندها حياء الموضوع بيختلف، الموضوع بيبقى حلو وفي احترام. لكن السوشيال ميديا سهلت بقى
الشمال تعلن عن نفسها واليمين تدخل في الشمال. واحنا هنا واقفين وبنقول هم فين الناس اللي بيطالبوا بالمجتمع يبقى كويس؟ فين الناس اللي اصطفوا وقالوا عيب اللي الدكتورة قالته؟ طب بالنسبة للاتنين اللي طالعين بيتكلموا دول، ده عيب ولا عادي ولا حرية؟ ما هو ده اللي احنا عايزين نفهمه. بمناسبة الحرية، انا نسيت اوري حضراتكم الفيديو ده. انا مبحبش المانياك. مبحبش المانياك. طبعا هنطلع ونقول هي حرة، هي ما عملتش حاجة، بتهزر. طيب حتى الهزار كان الاول ليه حدود، دلوقتي ملوش قيود. قول اللي انت عايزه ومحدش هيحاسبك ومحدش هيقولك انت بتعمل ايه. لكن لو انت طلعت واتكلمت والناس كلها طلعتك ترند هتتحبس. لكن احنا النهاردة لو واجهت حضراتكم بالفيديوهات دي، انا حابب اوجه رسالة للنيابة العامة المصرية اللي بترصد الفيديوهات اللي موجودة على السوشيال ميديا، وكمان الشرطة المصرية اللي خلال الفترة الأخيرة هما الاتنين صراحة قاموا بدور مهم جدا. عدد من الصفحات اللي كان بيديرها ناس مشبوهة، ناس ماشية في الشمال، اتقبض عليهم والصفحات اتقفلت. بس المجهود اللي قدام حضراتكم كتير وأكبر بكتير من اللي بيتم بذله دلوقتي. فاحنا طالبين القانون يتطبق على الكل، سواء الناس اللي زي دول اللي هم فعلا بيفتنوا المجتمع، اللي بيخلوا البنت اللي بتروح مدرستها تقول اتعلم ليه؟ لا، ده نفتح فيديو على التيك توك ولا لايف وادعم وكبس كبس يا ابو نواف والفلوس هتجيلي بالدولارات. زي ما شفنا كتير، شفنا ام خالد اللي بعد ما اتطلقت طالعه دلوقتي وبتشكر في اخواتنا في السعودية. طبعا هم على دماغنا، لكن هداياهم والمزايا والحاجات دي كلها ده كله السوشيال ميديا. انا كواحد اشتغل ليه؟ ما اشتغلش. اتعب ليه؟ ما اتعبش. ما انا ممكن اقعد وادخل جولات واعمل لايفات وكبس والفلوس هتجيلي كتير. يا جماعة احنا لو ما خدناش بالنا في الفترة اللي جاية والقصيرة دي هنلاقي نفسنا بننحدر بشكل رهيب. غير مش عارف اجيبها ازاي، بيقولك بسرعة الصاروخ. احنا فعلا بننزل بسرعة الصاروخ. المجتمع كله محدش هيشتغل، الكل هيفتح لايفات ونكبس مع بعض. انا قدمت المهمة بتاعتي ورضيت ربنا وضميري في اللي قدمته لحضراتكم. قدامكم دلوقتي القرار، هتكبسوا ولا هتحبسوا؟ اتمنى الرسالة تكون وصلت. السلام عليكم.